السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في قناتي عواشركم مبروكة. اليوم غنشارك معكم البيتزا بشكل جديد بمقادير اللي هي بسيطة وبعجينة اللي كتجي رطبة بزاف. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. هنا كناخذوا اناء اللي غنعجنوا فيه العجينة ديال البيتزا، كنضيف ليه معلقة ديال الملحة، كنضيف ليه 2 المعالق حتى ل3 ديال الدقيق ديال الفورس، وغادي نضيف ليه معلقه ديال الخميره حبيبات، ونضيف شويه ديال الماء، ونخلي الخليط يكون بحال الخليط ديال البغرير، يكون جاري شويه. غنخلط هاد المكونات حتى ما كيبقاوش عندي هاد الحبيبات ديال الدقيق، وغنخليه يرتاح واحد مده ديال 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، حتى كنشوفوا يعني تفاعل يعني الخميره دارت المفعول ديالها وطلعوا هذوك الفقاعات اللي كيكونوا الفوق. عاد نكمل العجين. هنا نخلط مزيان تتخلط الخميره وتذوب شويه. هانتوما شوفوا هذا هو الشكل ديال العجين اللي غنخليه يرتاح. هنا من بعد ما تفاعل العجين كيف ما كتشوفوا بداو يطلعوا هذوك الفقاعات، غنضيف ليه معلقه ديال الزعتر، نحكو هكا غير بين يديا، وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت، غير كاس صغير، ناخذ كاس صغير ونعمر النص ديالو. الزيت اي زيت متوفر عندكم، من الاحسن يكون زيت الزيتون، كيعطي واحد النكهه زوينه في البيتزا. وغنضيف كاس ديال الفينو اولا السميده الرقيقه، وغنكمل العجين بالدقيق الفورس حتى كتكون معايا واحد العجين اللي غادي نستعملها في البيتزا. هاد العجين هذا كيجي رطب، كتجي فيه واحد النكهه اللي هي زوينه بزاف بالزعتر والزيت البلديه. الا كنتو بغيتو كميه اكبر كتضاعفوا غير المكونات. غنخلط، يعني ما غيحتاج معنا لا دللك لا والو، غير نجمعوا العجين، ما تكون قاصحه ما تكونش مرخوفه. نجمعوها مزيان. من بعد ما تخلطات العجينه كيف ما كتشوفوا تجمعات، غادي ندوز باش نديرها على سطح العمل، وندير الدقيق ديال الفورس من الاحسن صافي. وغنحاول انني نقطع هذا العجين هذا على البيتزات اللي غنحتاج. قطعتهم هكا شكل طويل، وغادي ندوز كل طرف من هاد الطرف ديال العجينه نسرحو على شكل طويل كيف ما كتشوفوا هنايا. العجينه الا كانت مرخوفه راه كتعاونوا بالدقيق. وكنجمعوا هاد الجناب هذا هو الشكل اللي غادي ندير في البيتزا ان شاء الله. غناخذ طاوه ديال الفران اللي غندخلها للفران، وغنحط فيها هاد الاشكال هادو من بعد ما غنصايبهم كاملين. يكون الشكل ديالهم شكل طولي. ما تكونش رقيقه بزاف باش ما تجيناش، باش ما تقصحش لينا في الفران يشربها الفران، وما تكونش عاود غليظه باش ما تجيناش معجنه، في المتوسط. ونجمعوا هاد الجنيبات هادو، وغادي ندوز نحطهم في الطاوه ديال الفران.
من بعد ما كملت العجين اللي عندي كامل نسرحهم في الطاوه ديال الفران. البلايص اللي باقيين شويه ما مسرحينش نسرحوهم هكا صافي. والعجين راه كيكون اصلا درنا فيه الزيت، ما كيحتاجش اننا ندهنوا الطاوه بالزيت، يعني ما كيلصقش. كناخذوا اي صلصه ديال مطيشه عندكم متوفره عندكم الجاهزه او اللي كتصايبوها في الدار، الصلصه ديال المطيشه. غناخذ هنا واحد الفرشيط وغادي ندير تقيبات في الوسط ديال البيتزا باش ما كتنفخش بحال هكا. وغنسرح هاد الصلصه ديال المطيشه في الوسط، ونحاول انني نقيس الجناب باش كتجينا الصلصه ديال المطيشه حتى في هاد الجنيبات هادو اللي غيتنفخوا في الجناب وغيجيو عالين. نوصلوا شويه مطيشه ليهم. غناخد نعمر العماره كتبقى اللي متوفر عندكم. انا غنعمر هنايا بشويه ديال الطون، كنخدم بالطون ديال ايزابيل ديال الزيت. اي نوع ديال الطون متوفر عندكم كتخدموا به، غير من الاحسن يكون ديال الزيت. والناس اللي كيعجبهم ديال المطيشه حتى هو كيجي مزيان، كتخلطوه مع الصلصه ديال المطيشه وكتخدموا به عادي. اللي متوفر عندكم في العماره كتضيفوه. الفرماج اي نوع ديال الفرماج حتى هو متوفر عندكم كتخدموا به، يعني ما غنحدوش اي نوع ديال الفرماج ضروري او اي نوع متوفر عندكم كنخدموا به. يمكن نضيفوا الفلفله دوائر، يمكن لنا نضيفوا شويه البصله مشحره نضيفوها على حسب الوليدات ديالنا وعلى حسب ريوسنا شنو كنبغيو. غنضيف هنا واحد الزيتونات باش كنزوق بهم، كنعطيو واحد المنظر اللي هو زوين. وغنضيف شويه ديال الزعتر من الفوق كيبقى كاضافه للصلصه من الفوق. كان عندكم الصلصه مجهزه في الدار كتكون فيها شويه ديال الزعتر. وهنا كنحاول ان مطيشه كنطلعها شويه هكا في الجناب. هاد الجنيبات كاملين كنوصلوا ليهم الصلصه ديال المطيشه صافي. وكندخلهم الفران وغنرجع معكم. هنا من بعد ما طابت البيتزا كيف ما كتشوفوا كتجي منفوخه وكتجي لذيذه. وشكرا على المتابعه.